واحد بيمد ايده على مراته ولما تسأله عملت كده ليه فيقول لك هي اللي استفزتني، ما كنتش في وعي وما قدرتش امسك نفسي. الحقيقة ان مديرك بيستفزك كل يوم واحيانا كمان بيمرمطك، لكن انت مش بتمد ايدك عليه ولا حتى عمرك فكرت وبتفضل دايما في وعيك. والعميل اللي بيتعامل معاك بيطلع عينك وبتفضل صابر عليه وعلى رخامته، بس ابنك لما يعمل حبة شقاوة بتديله على وشه بالقلم عشان ينرفزك وخرجك عن شعورك. الموضوع مش موضوع تحكم في اعصابك ووعيك، لانك لو عاوز تتحكم في نفسك تعمل ده، بدليل انك بتتحكم في نفسك ووعيك قدام مديرك وقدام اللي ممكن يشتكيك ويخصم مرتبك وممكن كمان يكون السبب في فصلك من شغلك. الفرق بين مديرك وبين مراتك وبين ابنك هو الخسة والندالة في تعاملك مع طرف ضعيف مقارنة بتعاملك مع طرف أقوى منك. لاحظوا ان بعض المجتمعات الخسيسة هتلاقيها دايما بتتعامل بمبدأ انتقائي في العقاب، يعني على حسب قوة او ضعف الطرف المدين. بالتالي مش غريبة فئات زي المرأة والطفل بالاخص بيواجهوا اللي بيواجهوه بصفة مستمرة.